السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل دلوقتي سبانخ باللحمة المفرومة. اوكي، فاحنا دلوقتي هندخل على الحلقة ونشوف هنعمل ايه. بس بالله عليكم بالله عليكم لايك لايك ثم لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس، ان شاء الله يوصلكم كل حاجة حلوة مني. بس عايزاكم تدعموني وتقووا القناة عندي كده، ماشي؟ ويلا بقى نبتدي في الحلقة بتاعتنا ونشوف هنعمل السبانخ بطريقة جديدة وبطريقة جميلة وسهلة وبسيطة وروعة. يلا بينا. اول حاجه هنبتديها مع بعض، هوريها عشان البنات المبتدئه اللي زي بنتي كده. تمام، انا هنا غاسله السبانخ ومقطعاها كل حاجه، بس انا سبت حبه كده عشان اوريها للبنات المبتدئه. انا عارفه ان في ستات بيوت شاطره وجميله بيوتها وعارفه السبانخ بتتعمل ازاي، بس انا في بنات لسه بتقول يا هادي كده ولسه مبتدئين صغننين كده وحلوين. اول حاجه يا اموره انت وهي هتجيبي سبانخ زي كده، والمهم تكون السبانخ صغنونه كده وخضره وما تكونش دبلانه ولا اي حاجه. تمام، هتمسكيها تنضفي اي حاجه فيها، اي زوايد فيها زي كده اهوت، مفيش اي حاجه فيها اهي. تمام اهو كده، كل اي حاجه تلاقيها بايظه فيها تطلعيها منها. يا بسم الله ما شاء الله، السبانخ انا لقيتها النهارده جميله في السوق، كانت صبحه وحلوه، جبتها وخضره وجميله. بصوا بقى اهي. تمام كده بالطريقه دي. هاجي شايله بقى الحاجات دي حطاها كده على جنب، وهاجي جايه هنا ماسكه بقى، شايفه الراس دي كده؟ تمسكيها ايه، مش تشيلهاش كلها، انت هتشيلي بس الحته اللي هي السمراء اللي فيها بس كده اهي، بس كده، لان دي بتبقى مخليها السبانخ معسله وحلوه قوي. كمان السبانخ لما بتجيبها صغيره ما تجيبهاش كبيره قوي، تبقى طعمها حلو. هاجي جايه هنا بقى كده ماسكه السكينه اهي كده. تمام، بصوا عماله تنطور مني ولا يهمكم، الاتنين مكملين زي ما احنا. اللي زي دي كده تلاقيها تخينه تقطعها نصين كده اهي اهي كده. اللي هي الراس هتلاقيها طالعه مثلا تخينه شويه، تمسكها تقطعيها اهو كده بالطريقه دي. وتمسكيها بقى تغسليها مره واتنين وتلاته، يعني تغسليها حوالي 5-6 مرات كده، تنقعيها في قلب الطبق لمده 5-6 دقايق، وبعد كده تجيبي مصفى جنبك وتمسكي المصفى، الميه تبقى سايبه ماليه الطبق خالص، تاخدي بقى بايدك كده وتحطي في المصفى، تاخدي بايدك وتحطي في المصفى لغايه ما توصلي للاخر خالص. تجيبي جايبه مصفى صغيره او انت تصفيهم بايدك، هتلاقي بقى في قعر الطبق من تحت، قلب الطبق من تحت كده هتلاقي رمله، تكب بقى الميه وشرفه الطبق تاني، كل ده تحت الحنفيه، وتجي بقى ماليه الطبق تاني ميه وحاطه فيه بردك السبانخ، وهكذا 5 مرات على نفس الوضع ده. السبانخ والخضار عامه كله بيبقى فيه تراب ورمله وطينه وكده، واحنا يعني بنقول يا رب يا حته طريقنا واسترها معانا يا رب. فاحنا ايه اهو، شايفه الطريقه دي كده خريطها كلها تبقى سهله وجميله معاكي. فانت تمسكيها تغسليها مره واثنين وثلاثه، واي خضار عندك تغسليه كده برده نفس الكلام، عشان ما يبقاش في رمله وعشان ما تضريش اهل البيت عندك ولا تضري نفسك قبل اي حاجه في الدنيا. تمام اهو، اي بنوت انا بقول لها الكلام ده اهو. بصوا طبعا انا جايبه لها شبت وكزبره ومسكتهم برضك غسلتهم ولفتهم، وهقطعهم برضك قدامكم. تمام، وهنا انا دول غسلتها، دي بقى هروح اغسلها هي كمان، وهنشوف بقى هنعمل ايه تاني. ماشي يا حبايبي؟ انا هنا اول حاجه هبتدي فيها، انا حطيت هنا حوالي 4 معالق زيت، اول حاجه هبتدي فيها. وبعد كده هنزل، وعندي هنا بصلتين فرماهم، هاخد النص والنص هشيله على جنب اهو شويه. ممكن احط شويه زيت كمان. هسيبها بس تدبل شويه معايا، وبعد كده هقولك هننزل عليها بايه. هنزل بقى كده، عندي ربع كيلو لحمه، هو ربع كيلو مفيش غيره اللي عندي اهو، مش هيتحط اكتر من ربع كيلو ليهم، اللحمه بقت غاليه ومولعه نار. حطي بس البوتاجاز شويه. هتقولي طب انا باللحمه المفرومه ازاي؟ جربيها هتبقى عاجباكي ولا لا. انا عايزه اقول لك ناس كتير جدا كانوا بيستغربوني، زي اللي هيشوفني على الكاميرا ويستغربني، بس صدقيني هتطلع جميله وجربيها وعلى ضمانتي. عندي بقى هنا ملح، ما تكتريش الملح عشان لسه هنحط على السبانخ نفسها، وعندي نص معلقه فلفل اسود اللي هي معلقه الشاي، يعني 3/4 كده او نصها،
ورشه حبهان وبابريكا. مفيش حاجه تانية هحطها غير كده. ممكن احط بهارات لحمه وادي بهارات اللحمه اهي نزلت بيها رفره. تمام. فانا كده حطيت ربع معلقه بابريكا، وحطيت نص معلقه فلفل اسود اللي هي بتاعت الشاي، نص معلقه وثلاث ارباعها، قولي ربع معلقه من الكبيره بتاعت الاكل. وحطيت ملح طبعا حسب الرغبه، وعود قرفه، ورشه حبهان، وحطيت بهارات لحم. محطيتش اكتر من كده. انا بس عايزاها تتشوح معايا كده كده، هتكمل سواها مع اللحمه، بس انا عايزاها تاخد اللون مع سوري مع السبانخ. فانا عايزاها بس تاخد اللون، يعني مش هيخصني سواها، اهم حاجه بس الانسجه تعمل مع بعضها تاخد اللون بس كده. هعملها شويه نحط بقى عليها واركنها على جنب، ندخل بقى على السبانخ هنشوف هنعمل فيها ايه. عندي بقى هنا حله حطيتها على البوتاجاز اهي، هنزل عليها بشويه زيت، والبصله اللي كانت معايا في الاول خالص اللي انا قلت لكم عليها دي هاجي نازله بيها. يعني طبعا حطيت هنا اللحمه المفرومه بصلايه، وهنا بصلايه، البصل بس كمان هو كده بس ايه ننقل على العين الثانيه. لا خلاص ما تفتح. بردك ايه هخليها بردك تتقلب كده لغايه ما تتبل معايا، وهنشوف هتحط عليها ايه. هنا بقى البصله خلاص بقى لونها مصفر اهي، ما تحرقهاش عشان ما تعملكيش حماوه على سكه. تمام. اهي لونها مصفر. هاجي نازله بقى ايه حوالي معلقه توم مفرومه كده، هنخلي دولت عشان عايزاهم بردك في الاخر اهم. تمام. بص معلقه توم كبيره حوالي 5 فصوص كده او 4 فصوص كبار كده، نسيبهم تفرميهم. اول ما البصله عند لونها بقى ذهبي يتنازله بالثوم، اول ما الثوم تطلع ريحته هقول لكم دلوقتي هنزل بايه تاني. خلاص طلعت ريحتها اهي، بصوا بقت لونها حلو ذهبي ازاي، الريحه بتاعتها طلعت. عندي بقى هنا حوالي 4 طماطمات مسكون ضربهم في الخلاط. انا كنت شاريه طماطم لقيتها رخيصه النهارده في السوق، لقيتها ب6.5. جبت جايبه جبت ب40 جنيه ومسكتها سبكتها، قلت تنفعني في مره كده كده. انا هخزن عشان رمضان، هوريكم انا بسبك الطماطم ازاي. بصوا ولا فيها ولا صفيتها من قشر ولا من تفل ولا من اي حاجه خالص كده. سبكت نفسها بنفسها ولا حطيت اي حاجه عليها، اي مكونات تانية عليها. هاجي جايه بقى هنا بسم الله الرحمن الرحيم يا بركه الحبيب. بصوا بقى هنا انا وطيت خالص. تمام. هجيب بقى السبانخ بتاعتي بسم الله الرحمن الرحيم كده، هاجي نازله بيها. كل السبانخ اللي انتوا شايفينها الكميه دي كلها هتدبل طبعا. تمام اهي شويه شويه كده، واخدها تقريبا في الحله. في ناس بتعمل فيها ايه، بتاخد السبانخ تفتح تقول لك عشان خاطر الحديد فيها بيبقى تقيل، لكن والله ابدا ولا اي حاجه خالص. بس ده الناس الكبار يعني، ربنا يشفي كل مريض يا رب. واحده صاحبه ماما الله يرحمها كانت هي اللي قالت الطريقه دي، الله يرحمها ويحسن اليها. كانت تاخدها في حله لوحديها، وبعد كده تاخدها تصفيها بقى من الحله كده، تحطها على الصلصه على التخديعه. انا بصراحه بحبها كده، يعني بيبقى طعمها احلى وطعمها جميل. اهو بصوا باخد شويه شويه كده بالطريقه دي كده. كل الكميه اللي انتوا شايفينها دي هتتبل معانا، وهنوصل بقى دلوقتي نازله في قلب الحله. جايبه هنا عندي هنا بقى كزبره على شبت، مسكهم مقطعاهم ناعم خالص او تفرموهم في الكبه براحتك خالص. انا فرمتهم بصراحه في الكبه، انت عايزه تقطعيهم ناعم المهم تكون ناعمه. هنزل بقى بيها كده اهيت، شبت على كزبره بتخلي ريحتها، هي اصلا السبانخ من قبل ما احط لها الشبت والكزبره الريحه بتاعتها طالعه خطيره روعه. انت بقى لما هتحط لها بقى الشبت والكزبره يا سلام يا سلام. اكله الشتويه دي اكله عسل والله العظيم، احلى اكله. هغطي عليها بقى دلوقتي
بالغطا واسيبها 5 دقايق وهنشوف هنحط عليها ايه تاني. اوكي. بص الكميه اللي كانت عندي كلها، بص بقت قد ايه في الحله، بص صغيرين قد ايه. عندي بقى هنا فلفل اسود وملح، ما كترتش فيه عشان انا حاطه مكعب مرقه، يعني انا هنا مكعب مرقه حطاه وحطيت ملح، ما حطيتش بهارات اكتر من كده عشان انا حاطه في اللحمه. تمام. احط بقى تقريبا كده اهيت. وبعد كده بقى هاجي جايه شايله اللحمه كده، بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام رايكم بقى كده. حاجه 10/10 كده بقى كده تقريبا. عندي بقى هنا الطماطم، مكان ما انا كنت ضاربه الطماطم في الخلاط حطيت ميه هاجي نازله عليها حوالي كوبايه ميه، ما كترتش عن كده. لو انت عايزاها، انا ما بحبش الصوص فيها يعني الدمعه بتاعتها او الصلصه بتاعتها او الصوص عامه يعني كتير، فانا لو لقيتها محتاجه ممكن احط لها. هي دلوقتي كوبايه ميه اللي انا حطيتها. انا بقى لسه، لان هي لسه بردك هتنزل، لان لسه بردك لحد وقتنا هذا لسه نيه، فهي هتنزل لسه ميه تاني، فانا مش هحط خالص ميه، اسيبها على نار هاديه بقى مع نفسها قبل ما اعمل بقى الرز كده، شويه رز بشعريه كده. تعالي بقى ايه، بسم الله ما شاء الله، اكل كلي بقى كده وتهني بقى. انا بقى هغطي عليها وهسيبها على عين صغنونه هاديه، او ممكن على نفس العين، العين دي صغيره برضك انا بحب اشتغل عليها عشان انا بحب اطبخ في حله سلستين. تمام. بتخلي الاكل طعمه حلو. فانا هوطي عليها كده اهيت، وهنروح بقى ايه نعمل شويه رز. طبعا انتوا عارفين الرز بشعريه بيتعمل ازاي، فانتوا مش محتاجين ان انا اوريه لكم. فاحنا بقى ايه هنروح نعمل رز بشعريه ونشوف هنعمل ايه تاني. بصوا هنا كده هي عايزه مني ميه، فانا بغلي ميه في الكاتل. تمام. عشان انا مش هحط لها ميه ساقعه، لو عندك شوربه حطي شوربه، انا ما عنديش بصراحه شوربه، حتى هم عايزين شوربه لسان عصفور، فانا هعمل شوربه مرقه ماجي يعني كده، لان ببص في الفريزر ما لقيتش عندي شوربه خلصانه، فانا بحب اجيب المواسير واعملها يا جماعه شوربه واحطها في اكياس وبشيلها بتنفعني. فلقيت اتفاجئت ان انا ما عنديش اخر كيس استخدمته لما كنت عامله المحشي. تمام. بس انا ما صورتوش لان انا عملت المحشي اكتر من مره معاكم على القناه. تمام. فانا هحط دلوقتي ميه سخنه علشان خاطر هي محتاجه عندي كده ميه سخنه، ميه يعني او شوربه على يعني على العموم يعني. انا بردك في نفس الشفشه لسه ما عصرتوش، نص كوبايه ميه سخنه، حطيتش غيرها نص كوبايه. ان شاء الله باذن الرحمن باذنك انت يا رب انا مش هحتاج احط لها سوائل تانية تقريبا كده على ما اعتقد. بس هي كده ايه، مش هحط لها ان شاء الله باذن الله، مش هتحتاج مني سوائل تانية. هنا بقى ايه السبانخ انا خلصتها، هوريها لكم علشان خاطر انا ايه هنقلها على جنب، وهقول لك احنا هنعمل فيها ايه تاني. كده على ولا ايه السبانخ اتفق عليها. اوكي. هنا بقى خلاص انا كده خلصتها. بصوا بتبقبق معايا ازاي وريحتها جميله. هنحطها بقى هنا كده، واخد العين دي برضك عشان انا عايزاها. هعمل عليها حاجه تانية دلوقتي. هنا بقى حطيت حبه زيت صغيرين، معلقه او معلقتين زيت اهمت، حطيتهم في الطاسه الصغيره اللي هي بتاعت طشه الملوخيه. تمام. وهنا فاكرين بقى التومه لما انا قسمتها قدامكم في اول ما بدات في السبانخ، هاخد دي كده اهي الحته اللي باقيه معايا، وهاجي بقى ايه لها طشه عظمه على عظمه يا ستي. هنا الكزبره معلقه كبيره كده، يعني هي مركزها من اللي هي الكزبره اللي هي المطحونه بتاعت كزبره مفرومه اللي هي بتاعت الطشه بتاعت الملوخيه. بصوا كده يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. بصوا السبانخ انا ما حطيتش بقى الا الميه اللي انا حطيتها معاكم بس، ما زودتش اي حاجه تانية. بصوا الريحه جباره جباره. بصوا اللحمه المفرومه فيها ريحتها جميله جدا 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 فوق ما تتخيلي. بربع لحمه مفرومه. احنا عملنا اكله قد ايه؟
انت كمان لو انا بعمل ايه بقى في الشوربه عندي، بس انا للاسف النهارده ما كانش عندي شوربه. بجيب الماسوره من عند الجزار، ماسورتين 3، وبمسكهم اخليه يكسرهم لي، واجي ماسكاهم جايبه حله كبيره، واجي عامله شوربه كتير. يعني املى الحله دي واحط فيها بقى ايه ماسورتين او 1.5 كده، واسيبها بقى تستوي مع نفسها لغايه الماسوره ما تجيب اخرها، لغايه ما تبقى الحله دي دسمه خالص. واجيب بقى اكياس ثلاجه، وباجي ماسكاها معبيها اكياس اكياس اكياس، وباجي حطاها فين في الفريزر. يوم ما يكونش عندي، يعني مثلا عايزين ناكل فراخ مشويه، بضطر اعمل حاجه جنبيها مثلا بشوربه، فاجي ساحبه الكيس وعاملاه. يعني يوم ما عملت المحشي كانوا عايزين ناكل فراخ بصوص كده ومشويه في الفرن، فمحتاجه ان انا اسقي المحشي بشوربه، مش هروح اجيب ميه من الحنفيه. فجيت رايحه ساحبه الكيس ومسيحاه في الميكروويف او على البوتاجاز، وجيت غلياه. وبعد ما غليت كنت انا خلصت المحشي، جيت ساقيه بيه المحشي، وكانت في نفس الوقت فراخ مشويه، عايزين ياكلوا بانيه، عايزين ياكلوا مكرونه، اي حاجه ياكلوا يشربوا شوربه مثلا تدفيهم، شوربه خضار، شوربه لسان عصفور، اجي ساحبه الكيس بقى موجود عندي متوفر عندي. وانا اشوف بقى بربع لحمه مفرومه، ما احتاجتش بقى ان انا اعمل لحمه فراخ عايزه شوربه وقفت، لا ما وقفتش نفسي. فانت بربع كيلو لحمه بس انا عملت حله قد ايه بسم الله ما شاء الله، تكفي حوالي 8 افراد. تمام. وعملت حله الرز اهيت بالشعريه، وعملت لسان عصفور، والدنيا تمام. ونعمل شويه سلطه او حبه مخلل، واتعشت معانا وبقى زي الفل، وكلنا وشبعنا والحمد لله، ونعمه وفضل من الله، كل حاجه ربنا يديها لنا. انا بقى هنخلص بقى الرز يستوي، هنشوف بقى الاكل بعد ما يتغرف. بصوا الاكله عملتها بربع كيلو لحمه. بص عملت وجبه قد ايه، كمان يعني تاكل 8 افراد. تمام. جربيها باللحمه المفرومه والله هتعجبك، روعه جدا. في ناس بتعملها قرديح، انت لو جبت ربع كيلو لحمه مفرومه اسمك كلتي لحمه مع سبانخ. تمام. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير وفي الاشتراك في القناه، جربوا الوصفه بالطريقه دي بكل التكات اللي انا عملتها فيها، والله هتعجبكم جدا 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 جدا، وبكره تقولوا اني قالت.